الايادي الطيبه والطاهره نشأ هذا الدار وصار ملاذ امن لهواي ناس. السلام عليكم استاذ علي المحترم. شلونك؟ شلون نورتونا، جزاكم الله خير. الله يحفظك. اليوم انت عبر منصه 3 نيوز. بدايه حديثي انا كنت بالمقدمه اقول هذا الدار صار بايادي نظيفه، ايادي بدت طابوقه من ناس بسيطه، يعني بدا يمكن اريد الناس تعرفها شلون بدا ببساطه، لكن اليوم الحمد لله ملاذ امن لهواي من الايتام. والله الحمد لله. ومبدأ يقول لك مكان لله ينمو، كل شيء سبحانه وتعالى تسخر لله سبحانه وتعالى يكبر من حيث لا تعلم. فكيف إذا كنت أنه أنت ترعى أحباب الله اللي وصى بها كل السماوات وكل الديانات السماوية والكتب السماوية وصوا بالأيتام وأحباب الله سبحانه وتعالى. فالحمد لله والشكر. كنا لهم أمانة عون، وكنا لهم أب وأم بنفس الوقت، مع العلم أنه أغلب منهم كان يعاني من تعنف كلش كبير. بالضبط. أنا وصفت عذرا بالملاذ الآمن، ووصفت أنه طفل ناخذه من تايه بين المجتمع رجع للمجتمع. يمكن يصير هواي أطفال تحكينا اليوم قصصهم من هذا الدار رجع للمجتمع وقمنا نفتخر به. صح. بالضبط. يعني هواي عندنا قصص إذا مو أغلبهم. المشكلة جاي يكون عندنا أنه أكون هنالك جانب آخر اللي هو أنا أعتبره أكثر يتم. نعم. أكثر ألم من اليتم اللي هو التفكك الأسري. هنا الأب يطلق الأم. الأم تقول أنا ما أريد أطفالك لأن يذكروني بيك، والأب يقول لهم أنا ما أريد أطفالك لأن يذكروني بيك. يبقون الأطفال بين الأب وبين الأم. الأم تروح تتزوج والأب يروح يتزوج، فبعد ما يردون أطفالهم يبقى أنه شمروهم يم البيبية يم الجد يم الخال. بالأخير تعرف أنه الدنيا صعبة صارت أبدا. فيصير مصيرهم الشارع. أما يتعانون من تعنف كلش كبير. يعني مثلا إذا يروح يم الأم فزوج الأم يعنفهم تعنيف شيء لا يخيل ولا يتصور. شفنا عذرا حادثة الشعلة، الأم شو اللي سوته؟ كيف مات على أثرها. بالضبط. كثير من عندنا يعني عندي حالات وصلت الموت. يعني مثلا عندي طفلة زهراء هذه احنا وياها تقريبا 6 أشهر بالانعاش، 6 أشهر. الحين ما وصلت عندها صار فشل كلوي نتيجة التعذيب، نتيجة السوالي اللي حصرت في داخل الجسم لين كان معلقها بالمنكة وبيأذيها شد الأذية. فهذه أنا أعتبر أكثر يتم. يعني بالأخير إنه يشوف أبوه راح عاش حياته والأم راح عاشت حياتها وتزوجت وجوها أطفال جدد، والأب جو أطفال جدد، أما أطفالهم اللي صارت ضحية بيناتهم ذولي كلش أنا أعتز بيهم. فقمنا نجيبهم. فهذا من يجيك هنا يجيك الأمانة بلي مدارس، بلي ملابس، بلي فهم، بلي وعي، ما يدرك أبدا. وثاني شيء عنده اسقاطات نفسية كلش كبيرة. هاي الاسقاطات النفسية بعض الأحيان يكون شرير عدواني جدا. فمن يدخل هنا للدار عندنا أنظمة وسيستم موجود في داخل الدار، اللي هو مثلا أول ما يدخل هو الباحث النفسي يبقى يستمر وياه طبيب النفسي لحين ما يهيئ إلى طب الاجتماع، طب علم الاجتماع، وبالتالي إلى طب الأسرة، ومن ثم أنه هو يختلط مع بقية الأطفال، مو مباشرة أنه يختلط وياهم. بالإضافة أنه حتى هنالك طبيب تغذية خاصة، تغذيتهم تختلف عن تغذية بالضبط الأطفال الاعتياديين. أكو فد جزئية أريد أعرفها عنك. إيش قد تحس نفسك قوي؟ جدا. وإيش قد غني من أنه أنت يعني شراكتك مع رب العالمين أعظم شريك هذا. الله يشهد. يعني شوف السؤال هذا بعض الأحيان مرات أنه هواي يكون ناس تقول جابك على الضيم، جابك على الهم، أنه أنت ايش وصلك هالمرحلة. أمانة أنه هذه هي ساعاتي. يعني مثلا من أرجع للبيت أريد أنام أقول اليوم كم شخص أنقذت حياته. الله يشهد. فأحسب أن الأشخاص اللي تم إنقاذهم إذا كانت من عمليات مستعصية، إذا كانوا أيتام، وإذا كانوا أيضا حتى مسنين وذوي احتياجات خاصة. فهذه يعني اكو اشياء كيف انه اوصف لك اياها، انه هذه اشياء موجوده حسيه في داخل كل انسان، يشعر بالنشوه تجاه الاخرين، من يشعر انه هو قدم شيء اتجاههم. يعني مثلا دائما من اشوف الطفل تراودني صورتين ينقسم عندي تو ويندو. اتذكر شلون كان وشلون صار. يعني اول ما جيت اخذته كيف هو ما يعرف حتى يلبس جل احترام جنابكم الاحذاء او يلبس النعال مالته، ما عنده اهليه بصوره صحيحه. الليل كله من اجيبهم طبعا الليل كله هو بكي وعياط وصراخ، لان متعلق بامه، متعلق بوالدته. الطفل اللي يمك شلون ليل ونهار يعيط، ومرات احنا هواي من الاصدقاء يقول والله ما خلانا انام الليل كله. كيف ما انه استاذ علي وفريقه طفل يعني يبكي يمهم هم متحملين، وهاي هي في سبيل انه رب العالمين يسهل كل اموركم الطبيعيه، حياتكم الطبيعيه تمشي. هذه اغلب شيء يصير عندنا من اول ما نجيبهم بالبدايه. اول ما نجيبهم بالبدايه يخاف. يعني ستة تخيل أي طفل مثلا أطفال اعتياديين إذا تريد تبيتهم بغرفة وحدهم والأب والأم ينامون بغرفة وحدهم يخافون.
لازم يجيك يطلع له فت عذره وفت حجه ويجي يجي يمك. طيب كيف اذا واحد خلى عنهم وخلاص انه انت روح انت وربك بقاتل، كيف راح يعيش؟ فبالبدايه يكون هيك الخوف مالته، فيكون تعلقه كلش بيه، ما يخليني اطلع من الدار، ما يخليني اغادر، فابقى لحد ما انيمه، لحد ما استقر، لحد ما يشوف انه تمام. يقعد ثاني يوم الصبح يساله ويدخل للاداره هنا يسال عليها، فاضطر انه ارجع عليه مره ثانيه ومره ثالثه. طيب الحين ما يتاقلم. استاذ علي، هذا الموضوع مهم جدا. اللي صار عمر مدرسه وضمن التسهيلات، شنو المقدمه لك؟ ممتاز. احنا هنا كدار مو اكل وشرب، لان بالاخير ماكو واحد مات من الجوع، لا يا الكل تعيش بالضبط. بس هنا هو دار تاهيلي، دار ايتام تاهيلي بالكامل. يعني مثلا اللي يجين الطفل اغلبيتهم للاسف ما عندهم اوراق ثبوتيه، ما عندهم مسمسكات، لان ارجع على المربع الاول اللي ذكرت لك اياه، الاب مهمل والام مهمله، فيزوجون عقد الزيد، عقد السيد يزوجونه ما يصدقوا بالمحكمه، ما تعترف بالمحكمه. احسنت. ولا يصدقونه بالمحكمه، مستحيل. فبالتالي من ينفصل هم ينفصلوا وياها بعقد السيد وينتهي الموضوع. يروح للمحكمة، الأب يصير ما يعترف بالطفل والأم يصير ما تعترف بالطفل، بالتالي ينشمر. أنا خما أبقى مكتوف الأيدي. فعندي فريق من المحامين موجودين، في حال كل طفل ما عنده مسمسكات نضطر نرفع دعاوي على الأب، نضطر نرفع دعاوي على الأم، لحين ما نقدر إنه إحنا نوجه ونقرب وجهات النظر ونستخرج المسمسكات الأولية. هذه أول مرحلة لدخوله بالمدارس، رجع للمجتمع، الرجعة للمجتمع. النقطة الثانية، عندي بعض المشاكل اللي تكون مثلا في المدارس الحكوميه، المدارس الحكوميه يقول لك انه احنا عندنا سيستم، عندنا عمر محدد، يعني الصف الاول لازم يكون عمره 7 سنوات، الصف الثاني لازم يكون 8 سنوات. طيب انا اذا عندي هو عمره 10 سنوات وما مسجل، شلون بيجي حاله؟ فهنا أنا عملنا اقدر انه جبت استثناء من وزاره التربيه انه هو يدخل مع بقيه اقرانه وزملائه، بالاضافه لمدراء المدارس مشكورين متعاونين. حقيقه جدا متعاونين، يعني متعاونين ويا اطفالنا بهذا الموضوع. فيقدر انه يدخل عمره 10 سنوات لحين ما يتدرج بهذه التفصيله. بس اذا كبر من 10 سنوات، مثلا عندي بنات كبار ما دخلت مدرسه اصلا وعمرهم تقريبا 14 13 سنه، هاي خما جاء ادخلها صف اول، هذه دخلناها مسرع عن طريق هم كذلك انه دراسات مسرعه. هاي دراسات تبقى قاعده بالبيت، وبالتالي انه هو تنجز المرحله في مرحلتين، يعني الاول تعبره في مرحلتين. الجزئيه اللي اعرفها عن الدار، هسه احنا اطفال نرجع كنا والدتي تعلمني اكتب املاء شيء، منو عندك ان يرجعون يتابعهم والهاي؟ هم انت استاذ علي مره ثانيه يعني مره تقعد تراقب اللي ما يفهم جدا، يعني مثلا يكون عقله شارد، ما يفهم يعني يتعب المدرسين اللي عندي هنا. فهذا أنا أعرف طريقتي الخاصة، يعني طريقتي الخاصة ومو طريقة تعليم إجباري. هو ما يتعلم إجباري الطفل، ما يتعلم بالقسوة ويتعلم بالحرمان، لا احنا ما عندنا هذا الموضوع. بس أنا بطريقتي الخاصة شنو؟ إنه أجي أنا بحب بطيب. انه لازم كذا، لازم بحب اخليه يحب الماده اكثر. فالحمد لله تعلموا بقيه الكادر اللي موجود عندي، تعلموا هذه الطريقه. بس المراجعات الحقيقيه مثلا اذا صادفت امتحاناتهم، هذه الامتحانات الاخيره، انا اراجع لهم بالليل. يعني هم يبقون يقرون، اجي بالليل انا اراجع لهم، اقعدهم هنا بهذه المكان، وواحد واحد يجي اختبره وامتحنه. شنو شعورك من تجي النتيجه ناجحين بامانه؟ أمانة يعني الشعور لا يوصف جديات من يجون هذا الإنجاز تحسه. طبعا مشاهدينا فرحة من يجي بإنجاز، من يجي جايب نتيجة ناجح. يعني هنا عند النتائج مالتهم هو مسجل باسم علي بعد، بالتالي بالمدرسة يقول لك هذا بن علي. حقيقة هاي نقطة كلش مهمة. طبعا يعانون منها المدرسة، تحياتي لهم. إذا تعارك منهم واحد خوش حكي كلهم يشيتون بعد كلهم يشيتون. يعني مثلا هم هنا يروحون بالمدرسة، عندي هنا تقريبا 24 واحد كلهم للبيت ما شاء الله يروحون المدرسة. فتجي خطوط تاخذهم، واحد منهم متعارك ويا غريب، مو مثل مو هم كأخوة. هذا يروح يفزع اخوته، يجون 24 واحد بنات وولد يقتلون ذاك. لا اله الا الله يابا ما يصير. اجت قعدت يوم خبرني المدير، قلت لهم والله العظيم هم عندهم هاي روح الاخوه اللي موجوده، هاي التزارع يعني عندهم انه روح الاخوه اللي موجوده. فبالتالي من علمت اخوانهم الكبار انه انت تصير كبيرهم، انه انت هناك من ترى واحد، هذا انت تحكي ويا ذاك اللي اعتدى على اخوك، حاولوا تصالحهم. فهذه كانت يعني بعض الاحيان للطرفه، انه من يصير اكو تعرف هم اطفال بالضبط. فما يتعاركون، هذا وين يروح يزح اخوته 24 واحد. من يوم منو عنده بالمدرسه 24 اخ؟ ماكو واحد عنده 24 اخ. استاذ علي زين، اكو جزئيه مؤلمه حكيت لي عنها. بعد احنا بلد، بالتالي لازم يكون دور وزاره التخطيط للصحه، للبيئه، للحفاظ على المجتمع، الرعايه الاجتماعيه. الصبح شو يصير هنا بالايام العاديه؟ هاي الجزئيه ما حد ما يعرف، اريد هنا شو يصير ببابك؟
بالله العظيم انا شايف برنامجك انه انت ميداني بحت ويا الناس، والناس عرفتك فتعرف الاماكن وتعرف الوجه الحقيقي. بالضبط. حقيقة امانه يعني اكو هنالك وجها للعراق، اكو وجه اللي احنا نشوفه بالتواصل الاجتماعي، ولكن اكو وجه مخفي، الوجه المخفي اللي انت تسلط عليه الضوء، الناس المعدومه اللي ابسط حقوقها ما اخذتها. هنا اللي يصير عندي مثل جت تشاهدهم انت في الميادين بل اكثر من ذلك. هنا المرضى يجيني هو والمغذي مالته اللي ما عنده راتب رعايه، المسن اللي طاردينه اولاده، اعداد كلش كبيره. ثق بالله انه يوميا انا قابل 100 150 عائله في باب الدار. من تجي تحكي وياهم يقولون ما انا مو دوله، هاي الدوله. هذا السؤال. يقول ما يسوون شيء، انت تسوي شيء، احنا ما نروح لهم، انت اللي انت شخص مو بامكانيه وزاره ودوله. مو انا ما ارجع احد، هي طبعا المشكله. هو هذا ديدنه يعني اللي اقدر عليه امانه. يعني كمسن عمي ذاك دار ادخل، كيتيم تعال ادخل على راسي، كذا احتياجات خاصه تعال ادخل، كراتب رعايه مرات انه انا اصطدم. يعني ايش اسوي؟ يعني تعرف كمثلا مرضى اقدر انه انا تعرف عندي كونكت ويا مستشفيات كثيره، مستشفيات اهليه اقدر انه اساعد لهم. مثلا اخابرهم روحوا لفلان المستشفى هذا من طرفي، اخابرهم روح لفلان مستشفى. فبس اعداد استاذ يعني ما تتحملها جدا جدا جدا. يعني قضايا حدث بلا حرج. يعني هذا اللي مفصول من واجبه، هذا اللي ما ادري كذا، يعني فد قضايا كلش كبيره. فتجي لحد انت ما تصير يجهلون فد شغله كمقدم برامج او كاستاذ علي، يشوفوك انت رئيس الوزراء، انت الكل بالكل، عبالهم انه انت الابواب كلها متنفتح لك. اليوم اذا رحت للرعايه او رحت ما يتصورون ان ايش قد صعوبات نواجه احنا في سبيل نوصل نتحدث ويا مدير. مو اغلبهم بصراحه. لهذا السبب انه احنا كنا في وقتها ما نناشد. يعني هسه احنا يمكن البرنامج الوحيد اللي ما عندي مناشده، يعني ما اناشد الناس حتى تجي تساعد فلان ولا تخلي ارقام تليفونات. انه انا عندي ادوات اشتغل بها، هاي الادوات اساعد فيها الاخرين والناس. بس بعض الاحيان مرات انه نشاهد كل الصعوبه حتى توصل انه انت اللي مسؤول او اللي توصل انه انت لوزير حتى يلبي طموح مواطن بسيط. هذا السبب من خرج هذا المقطع الفيديو اللي صورته في وقتها. وصلت مرحلة. شنو اللي خلاك تتنرفز؟ شنو هذا؟ شنو اللي صدمك؟ اللي صدمني التقيت ويا شاب. الشاب تخلي بنص قلبه، قاعد بعربانه متحركه ووالدته وياه. والدته تقول لي ثق بذات الله امنيه حياتنا يصير عندي 5000 اخذ ابره مسكن حتى انام ساعتين. يقول الالم ماكنني، الالم منها ماكنني اكل. عم ليش ما رحت عمي للمستشفى؟ يقولون وين اكو مستشفى؟ ادخل المستشفى اني ماكو. حتى اذا اريد ارقد بها الزياره صارت بفلوس. الابره ماكو في داخل المستشفى، وانا مرض جاي ياكلني. الاقوى منها وين؟ رايح عنده عمليه مستعصيه، هو يريد يروح يسوي العمليه، قالوا له حجز مهزة سراك. هاي كارثه. هاي شنو مهزة سراك؟ هو شنو يريد يسافر؟ حتى انه انا الغي تذكرتي مثلا حتى يجي الوقت المناسب. شخص مريض جاي يموت، جاي يذبح الشخص هذا، شنو عنده؟ كارثه. هاي فقال له حجزك مو هسه هنا. فصارت المستشفيات الحكوميه للاسف يعني حتى اللي يريد يموت يعطونه فتره زمنيه. ليش؟ حتى يشجعون وين؟ يشجعون نروح المستشفيات الاهليه. هاي مليون مره حكيتها. واحده من القصص استاذ علي، هسه احنا ما ننتقد، بالتالي حق الرد مكفول، واحنا يا ناس معرفين. وين كانوا ياكلون ذول الموظفين؟ انت مو شفت الصوره؟ مو على جهاز سعره مليارين؟ صح. هذا الجهاز حجز يلا توصل له. هذا الجهاز وقاعدين مسوي ميز مع الطعام. احنا الحديث يطول هواي، خلينا ناخذ جوله يلا ويا الاطفال. يا بسم الله. فاصل ونستمر. يلا ماشي. يا بسم الله. تفضل استاذ علي. يا بسم الله. يا الله يا الله، اللهم صل على محمد وعلى ال محمد. يا بسم الله. السلام عليكم، شلونكم؟ شلون الصحه؟ اليوم مشاهدينا احنا بدار الفرح للايتام. هنا انا اشوفه قصه انجاز. مرات كنا نفكر انه شلون نصنع مجتمع راقي. انا متاكد بعد سنوات وراح تتذكرون هذا الفيديو ذا طولة عمر من ذن البنات دكتورات ومهندسات، بعد ما كان المجتمع قسى عليه هنا هواي. كم وحده راح نشوف فيهن طبيبه. السلام عليكم، شلونك حبيبتي؟ زين. شو اسمك انتي؟ انا اسمي يسر. يسر. شاطرتي؟ ايه الحمد لله شاطره. الاستاذ علي عليك شاطره بالمدرسه؟ كلش ما شاء الله. انجليزي ما شاء الله. يلا سلمي على الاستاذ علي. شلونك بابا علي؟ الله. بالانجليزي احكي وياه. هاو ار يو بابا علي؟ ما شاء الله. الله يحفظك. هاي هنا الحلوه شو اسمك؟ زهراء. زهراء. هاي زهوره. هاي البطله. هاي البطله. حبيبتي شلونك؟ زين.
حلو هنا مرتاحين بالدار؟ اي جيد؟ انا اسمي مريم. مريم شقد حلوه. هاي اختك؟ انا اسمي فاطمه. فاطمه ومريم. هذا الحلو. حسين. حسون. ذن البنات خوات؟ فاطمه ومريم خوات. ايه مم. ما شاء الله. بس هنا ايه الكل اخوه. ما شاء الله. إيه. يعني هنا الكل شبه أخوة. قريب. فكشبه اوكي، بس هنا اريد تسالهم انه كلهم هم اخوه. بالضبط. زرعت عندهم هذه الروح نعم، الاخويه اللي موجوده لا بداخلهم. وشون مرتبين حلوين ما شاء الله. خلينا نشوف ذن البنات الحلوات. اللهم صل على محمد. طلع ضحكه. حياتي شلونك؟ زينة. شو اسمك انت؟ أساور. اساور. ايش قد حلو الاسم. وانت حبيبتي؟ غزل. غزل. ريماس. ريماس. هاي حلوه اللي هنا. ميمي. ميمي فدوه. وانت؟ حنان. حنان. ما شاء الله عليك. اللهم صل على هاي كل هذول الاطفال ما شاء الله. يعني والله ما اعرف انا استاذ علي، انت وصف لي يعني هذا الانجاز العظيم ما شاء الله. الحمد شكراً. لله. الحمد لله. ذن الشاطرات. كلهم شاطرين وكلهم فعالين باذن الله. كل واحد عنده طموح كلش بالضبط. كبيره، يعني بالضبط. انزرع عندهم الطموح وما يكونون يعني على حافه المجتمع ابدا. شيء تولد عندي. صورت في منطقه باطراف بغداد حقيقة. هاي لقيت عوائل عندهم أطفال ما شفت بهاي النظافة وبهاي الجمال وبهذا الترتيب ما شاء الله. يعني مؤلم اللي بينه أهله وناسه ويهملون الطفل. يعني هاي القصص شنو اللي تولدت عندنا بالجديد. يعني انت تشوف انه هذا الدار 24 ساعه هيك، بالاضافه قاعات دراسيه موجوده، ما شاء الله. بالاضافه انه احنا جاي نشتغل على دار انه اكبر دار راح يكون بالعراق نموذجي إن جدا. شاء الله. هذاك كل شيء راح يكون بسيستم وترتيب، وايضا كل ما يحتاجونه حتى في داخل مدرسه بالضبط. تكون مدرسه خاصه بهم، حلو. حتى ما ناثر على بقيه الاطفال اللي كانوا مثلا في داخل المدرسه اصدقائهم بالضبط. واقرانهم، تكون مدرسه خاصه بهم باذن الله. هاي يا رب. جزئية جدا مهمة. أنت تعاني من هذه شوية. يعني شلون الطفل ينجرح كلمة شيء، يعني هم يجون يشكوا لك يقول لك أستاذ علي سمعونا هيك شيء. لا هذا واقعي. لا ليش؟ لان قلت لك هم بالعكس هم احباب الله. بالضبط. فاغلب الناس يعني مثلا اصدقائهم اللي شو مره عزمناهم كلهم هنا، المدرسه كلها عزمناهم. ما شاء الله. إيه، عزمنا هاي حلو. المدرسه هنا إيه. واعطيناهم بعض الهدايا إيه، حلو. واعطيناهم بعض الكتب الدراسيه والدفاتر. إيه. فبالعكس من شافوا عيشتهم شعروا حقيقة أنه هم فعلا في مكان يستحق يكونوا متواجدين به، والحمد لله والشكر يا ربي. فهذه الجزئية ما أعاني منها الحمد بالضبط، لله. الحمد وهم لله. أقوياء أمانة. هم ابطال. هو هذا من خلال مين يجي من البيت القوه. هسه هذا الشباب هنا تجمع الولد. انت شو تشجع؟ ريال. عافيه. وانت؟ ريال. اي شوف مو رياليين. اسمك انت حبيبي؟ سجاد. سجاد. طيب يا صف ثاني. ثاني. شاطر انت سجودي؟ وانت شاطر؟ الستار. عبد الستار. هاي الاسماء الحلوه ما شاء الله. خلي نوقف يمهم. خلي صورنا الكاميرا. ذولا ابطال اثنيناتهم يشجعون ريال مدريد. اثنيناتهم. اي اثنيناتهم. ستار سولف له بالمدرسة. إيه. أنت ايش طلعت هاي السنة أولا؟ أول. يا صف رحب. رابع. ما شاء الله. حلو. الحمد لله. الحمد لله. الاول. أول كلهم أوائل. هاي كل حلوة. مواد. هاي فخر انه كل ما شاء الله. أمانة. هلا باوع حبيبي. شلونك سيوفي؟ زين. شلونك؟ انت بيا صف؟ رابع. رابع. وانت؟ أول. اول ما شاء الله. وهذا الصغيرون الحلو بعدها هذا بعده مو بالمدرسة. أنس أول. اللهم صل على محمد. با انس إيه. يجنن. أنس أول. طاهر كذلك انه طلع الاول على المدرسه الحمد لله. اكو جزئيه هسه انا اريد اعرفها. هسه انا على مود ما نفوت احد ما طالع بالكاميرا. كلكم على مود لا يبقى يقول انا ما طلعت. كلكم تطلعون. ضاع العاقل. شو اسمك؟ حسين. حسين. عافيه. شاطر حسون حبيبي. احنا مرات انا احب بس اسلم عليهم واحكي وياهم لان اريدهم يبقون كلهم سويه يعني فرحانين. شو اسمك؟ جود. جود. اكو جزئيه هاي حبايب لان خو بقعد يمكن انا على مود صديقاتي. شلونك؟ زينة. عافيه بالشاطره. وانت شلونك؟ زينة. زينه؟ الحمد لله. الحمد لله. استاذ علي ما شاء الله عليهم. الجزئيه المهمه ذولا واحده من قصصهم ذولا. في قصه يعني صارت يعني هسه بيهم ما شاء الله. اي بالضبط. اي يعني ابطال والله. أنا يعني لا يعني كلهم مرتبين وحلوين. مؤلمه يعني اكو ناس يعني. عندك هنا فاطمه مثلا. فاطمه. اي اخذت على عاتقها إيه. انه هذا
حسوني إيه. يكون تحت رعايتها. هاي اللي ردت اعرف انا. ايه انه يكون تحت رعايتها. خوش. ليش؟ قالت انه هذا اخويا الصغير، مع العلم انه عندنا امانه عندنا موظفين بس إيه. راح اشوفك اياهم. إيه. بس قالت انه حسون لا اريد همي، انه اريد اني اشرف عنه، اني اختها الكبيره، انا اللي اوكله، انا اللي ما ادري كذا، فهي مشرفه عن كل شيء لحسوني. ما شاء الله. فاطمه سولفي عن حسوني. حسوني شلون؟ عنك. وما يضوجك؟ لا زين كلش حباب ومؤدب. الحمد لله. أنا طلبت قلت أريد يصير بمثابة يعني أخوي الصغير إي ما شاء الله. وأخذته قلت أنا أريد أخليه أرعاه. انت ترعي الحسوني؟ وإحنا عندنا كم موظفين بس أنا أريده مثل أخوي الصغير. الله يحفظك يا ربي، شكرا. يعوضك خير ان شاء الله. شو مسوي لك حسوني؟ شو اسوي لك حسوني؟ حباب؟ حباب. بالله حسوني؟ يلا. وين مالتك؟ شوف. مال القلب، مال قلب الحب. الله يحفظهم يا ربي ويحفظكم. انا سعيد جدا يعني الله يحفظك. الله بهذه يوفقك. الجوله. هاي شهاداتهم خلينا نشوفها. ما شاء الله. شهاداتهم. هذه ما شاء اول. الله كلها بعض. هاي كلها عشرات. اللهم صل على محمد. هذا هسه انا افرح انه نطمئن هذا المجتمع. كله اول. اي بالضبط. كله اول. مم. كله اول. كله اول كله اول كله اول. كلن اوائل. كلهم الحمد أوائل لله. ما شاء الله. الحمد لله. مشاهدينا، احنا هذه جوله احتراما من استاذ علي وتقديرا الله يعزك. نشكرك احنا. بس أنا انا أشكرك. تعلمت هوايه الله وعرفت يعزك. ان الحياه. انا من قلت لك انت قوي، اللي هيك عنده هذا يعتبر قوي. شنو الله اللي يعزك. يخوفك يعني؟ ابدا 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 والله ما اخاف من شيء ابدا، لان باعتبار انه تعرف انه مو بس هم، يعني انا عندي اكثر من 120 واحد في رقبتي ما شاء الله. مسنين هم كذلك. بالضبط. يعني انا اشعر بالمسنين هم يرجعون بنفس العمر. بالضبط. فالحمد لله والشكر انه ماكو شيء مسؤولية يخوفنا كبيرة يعني جدا. بس انت، انا اقصد القوة. مرات انت من تساعد واحد تحس نفسك قوي، كيف ما انه انت باللي وصى بهم الرسول في الصلاة والسلام. الحمد لله. انا واليتيم. اي والله بارك الف الحمد الله. لله والشكر. يحفظك يا ربي. سلام الله مشاهدي أن يعزك. الله ويحفظك يا يبارك ربي. سعيدين جدا بك. لي شرف يا استاذ. مشاهدي ومتابعي منصة 3 نيوز، اسعد الحلقات هذه نتركها على طاولة الجهات المعنية خلي يشوفون شوية اذا يحتاجون المواطنين العراقيين، بالتالي هم اصحاب حق. وصلنا الى الختام، الى اللقاء. ما شاء الله عليك. الله يحفظكم يا حبايبي. عافية عافية عافية. محسن الناس يا عافية عافية عافية.